يا صباح الخير. طبعا زي ما كلنا عارفين نادي الزمالك خسر كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية بركلات الجزاء، وبالتالي نادي الزمالك أصبح وصيف كأس الكونفدرالية. طب هل دي المشكلة اللي بتقابل نادي الزمالك؟ إطلاقا عزيزي المشجع الكروي الجميل. المشكلة اللي بتواجه نادي الزمالك إن نادي الزمالك كان بيطمح إن هو يحقق البطولة علشان يحصل على جايزة البطولة اللي وصلت ل4 مليون دولار، وبالتالي يحل مشاكل أزمات القيد اللي عنده اللي وصلت ل 17 قضية إيقاف قيد. ولكن طبعا كل امال نادي الزمالك تحطمت لان نادي الزمالك بقى وصيف كاس الكونفدراليه، ومكافاه الوصيف هنا مليون دولار فقط لا غير. فبالتالي حتى لو نادي الزمالك هياخد المليون دولار مش هيقدر يحل مشاكل ايقاف القيد اللي عنده. تعال افاجئك واقول لك ان نادي الزمالك عليه غرامه ماليه قدرها 500 الف دولار موقعه عليه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب مباراه السوبر الافريقي امام النادي الاهلي، والغرامه دي بسبب انسحاب نادي الزمالك من الملعب اثناء المباراه. فأصبح هنا المبلغ المالي اللي نادي الزمالك هيحصل عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كمكافأة لوصيف الكونفدرالية هو مبلغ 500 ألف دولار، هياخدوهم بقى ويعزموا اللعيبة على العشاء.